إذا الوصفة تحتوي على مكون رئيسي اللي هو نبات عرق السوس، اللي كيحتوي هو بدوره على واحد المركب طبيعي مهم جدا لإزالة التصبغات، وإلى بغينا نقولوا تصحيح درجة تصبغات البشرة أو الميلانين في البشرة، يزيل التصبغات الزائدة. هو مضاد للالتهاب ومضاد للبكتيريا، مضاد للأكسدة. هذا المركب مهم جدا لإزالة كل التصبغات. كذلك الوصفة تحتوي على قشور البرتقال اللي هي غنية بفيتامين سي، وفيتامين سي كنعرفوه يعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة. مساء النور، هذه وصفة رائعة لإزالة بقع الشيخوخة، قناع الحمل أو الكلف، كذلك البقع الشمسية اللي كتظهر خاصة في فصل الصيف. مكوناتها سهلة جدا ومتوفرة. نبدأ على بركة الله. نبات عرق السوس، كل شيء تنعرفو نبات عرق السوس. هذا النبات موجود، رخيص، فوائد ديالو مذهلة لإزالة البقع الداكنة. يعمل على إزالة الميلانين الزائد من البشرة لاحتوائه على مواد، هاد المواد تعمل على تفتيح البقع الداكنة. نحتاج إلى بودرة نبات عرق السوس، موجود في المعشبات بكثرة ورخيصة جدا. عندنا كذلك قشور البرتقال، قمت بالتجفيف ديالهم. طريقة تجفيف قشور البرتقال كنت عملتها من قبل في فيديو سابق. نوضعوها في الشمس حتى تجف، ومن بعد داك الساعة غادي نطحنوها حتى تعطينا واحد البودرة هي اللي غادي نستعملوها في هاد الوصفة. قشور البرتقال يحتوي على مادة الاسبريدين. هذه المادة مهمة جدا لتفتيح البشرة بالإضافة إلى فيتامين سي. يعمل كذلك على تجفيف البثور وتسريع التعافي ديالها. يعمل كذلك قشر البرتقال كمادة مضادة للالتهاب ومضادة للميكروبات. أما طريقة تحضير هذه الوصفة فالعملية سهلة جدا. نقوم بوضع، لأن هذه الكمية كنديروها اليوم فقط، غادي نوضع فقط نصف ملعقة من بودرة عرق السوس، نصف ملعقة صغيرة فقط من بودرة عرق السوس. نضيف لها نصف ملعقة صغيرة من بودرة قشور البرتقال. هادو جوج مكونات رائعين لإزالة كل التصبغات الموجودة في البشرة، سواء كانت بقع الشيخوخة أو بقع الكلف أو قناع الحمل، كذلك البقع التي تأتي نتيجة التصبغات الشمسية. نضيف 3 ملاعق صغيرة من الحليب الكامل الدسم. كنعرفوا الحليب كاملين الفوائد ديالو للبشرة، يعمل على تفتيحها، يعمل كذلك على تهدئة البشرة المتهيجة والحساسة، يساعد كذلك في علاج حروق الشمس. فوائد الحليب للبشرة مهمة جدا كذلك في التفتيح. نقوم بخلط أو مزج مكونات مع بعضها، يعني الحليب مع بودرة عرق السوس مع بودرة قشور البرتقال المجفف. نقوم بالمزج الجيد حتى يتخلط لنا هاد العناصر وتجانس مع بعضها. طريقة الاستعمال سهلة جدا كذلك. على بشرة نظيفة نقوم بوضع هذا الخليط، نخليه على جهة اللي فيها التصبغات. طبعا يمكن تطبيقها موضعيا، أما إذا كانت عندنا البشرة مليئة بالتصبغات يمكن تطبيقها على جميع بشرة الوجه. نخليوها نصف ساعة على الوجه ديالنا ونقوم بغسلها بالماء البارد. بالنسبة للاحتفاظ بالباقي ممكن وضعه في الثلاجة لمدة يومين فقط، نوضعها يومية ويوم لا حتى نحصل على النتيجة اللي بغينا. صدقوني هذه وصفة جد رائعة، جد رائعة وبسيطة جدا.
جدا، لا تكلف حتى 10 دراهم. ونتيجتها جد 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 رائعة. جربها ما غاديش تندموا طبعا. بقي ان اشير للسيدات اللي كيقولوا علاش درتي، علاش كديري الكريمات، خليك في الوصفات. القناة مليئة بالوصفات المهمة، فلا يمكن أن أضع وصفة من أجل أن أضعها فقط بمكونات يعني رديئة، حتى نقول بأن راني كندير الوصفات. لا، الوصفة إلا ما كنت متأكدة منها فما غاديش نحطها في القناة. طبعا اللي بغى الوصفات الخاصة بالوجه، بالصحة، بالشعر، كلها موجودة في القناة. واللي بغى طبعا الكريمات فهي أيضا موجودة في القناة جهة التلبية. بما أن عندنا دبلومات مكونين في هذا المجال، فعلاش ما غاديش نديروا كريمات خاصين للسيدات اللي كيكونوا في العمل وما عندهمش الوقت باش يوضعوا الوصفات. فمرحبا بهم طبعا. فمرحبا بالجميع، وإلى اللقاء وإلى فرصة أخرى بإذن الله. أخيرا، هذه صفحتي على الفيسبوك، أنت الأجمل، مع وصفات سلمى بنيس. فيها العديد والعديد من الوصفات القصيرة طبعا. كاين وصفات كاينة في اليوتيوب كذلك، وضعينها في لاباج على الفيسبوك. كذلك صفحتي على الانستغرام فيها كذلك وصفات قصيرة أيضا لكل من يريد الوصفات القصيرة. كذلك اللي عنده شي تساؤل فما ممكنش نجاوب على الجميع في اليوتيوب. ممكن تضعوا لي ميساج في لاباج ديال الفيسبوك او لاباج ديال الانستغرام في الخاص، وغادي نجاوبكم اكيد، واخا نتعطل بعض الاحيان، لكني غادي نجاوبكم اكيد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى الملتقى إن شاء الله.